بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ في آخر درس للصف الرابع وهو تمثيل البيانات بطريقة الأعمدة. عندنا مسألتين. المسألة الأولى هيديني جدول زي الجدول اللي قدامي ده، مديني خانتين، خانة النشاط وخانة عدد المشاركين. النشاط عندي 4، عندي رياضي، عندي فني، عندي اجتماعي، عندي ثقافي. الرياضي مشترك فيه 30 طالب، الفني مشترك فيه 15 طالب، اجتماعي 25، الثقافي 10. عايز أمثل البيانات ديت بطريقة الأعمدة. طيب هحتاج أنا ورق رسم بياني، يبقى أنا في الامتحان إن شاء الله هحل السؤال ده على ورق الرسم البياني. عندي ورقة الرسم البياني بتبقى بالشكل ده. هبدأ أنا أرسم محورين، محور أفقي ومحور رأسي. المحور الأفقي بسجل عليه الخانة الأولى اللي هي خانة النشاط، يبقى أنا هكتب هنا على رأس السهم هنا النشاط. طيب النشاط عندي هنا 4، رياضي، فني، اجتماعي، ثقافي. ببدأ أسيب أول مربع وأكتب هنا النشاط الأول اللي هو الرياضي، يبقى أنا هنا في المربع الأول هكتب النشاط الرياضي. هسيب مربع فاضي وأكتب النشاط الفني. هسيب مربع فاضي وأكتب النشاط الاجتماعي. هسيب مربع فاضي وأكتب النشاط الثقافي. ده بالنسبة للمحور الأفقي. بعد كده المحور الرأسي هعمله من الأعداد اللي موجودة في الجدول. المحور الرأسي ده لازم تبقى أعداد مرتبة، فعندي غالبا 4 مسائل. في عندي الأعداد اللي في الجدول هرتبها بالشكل ده: 1 2 3 4 5 6 7 وهكذا. ده لو كانت الأعداد اللي عندي أعداد صغيرة. طيب لو كانت الأعداد اللي عندي أكبر شوية ممكن إن أنا أمشي 2 4 6 8 10 وهكذا. والأعداد الفردية في الحالة ديت بتبقى محصورة بين الأعداد الزوجية اللي أنا كتبتها. يعني لو عندي هنا 2 4 يبقى في النص بالظبط كده ما بينهم 3، 4 6 يبقى في النص منهم 5 وهكذا. طيب وعندي جدول زي اللي قدامي ده 30 15 25 10، كلها أعداد أحدها 0 أو 5 من اللي بتقبل قسمة على 5. يبقى هنا همشي أنا أو هرتبها خمسات، فهكتب كده 5 عند أول مربع، بعد كده 10 15 20 25 30 35 وهكذا. طيب في بعض الجداول هيبقى الأعداد اللي موجودة في الجدول أعداد كلها تقبل قسمة على 10، كلها أحد 0 فقط، 30 و70 و60 و50 وهكذا. يبقى أنا همشي 10 20 30 40 وهكذا. يبقى أنا الخط محور الرأس ده أنا برتبه على حسب الأعداد اللي موجودة في الجدول. طيب بعد كده هبدأ أرسم الأعمدة بتاعتي. يبقى أنا محتاج القلم الرصاص ومحتاج المسطرة ورق رسم بياني. بعد ما رسمت عندي هنا المحور الأفقي والمحور الرأسي، هروح على النشاط الرياضي هلاقيه 30. أنا عايز أرسم الجدول دوت أو أمثل البيانات دي بالأعمدة. طيب هروح على النشاط الرياضي وهبدأ إن أنا بالمسطرة بتاعتي وهبدأ إن أنا أرسم العمود الخاص بالرياضي. طيب العمود بعمل عند المربع اهوت، فبعمل خطين، خط من بداية المربع وخط من نهاية المربع. كل خط من دول ارتفاعه يبقى لحد 30. يبقى هاجي من هنا وأرسم لحد 30 خط بالشكل ده. وبعد كده عندي الخط التاني برضه 30، وبعد كده هقفلهم بالمسطرة بتاعتي بالشكل ده. يبقى ده المربع أو ده العمود الأول. يبقى العمود الأول عندي هنا 30، هظلله بالشكل ده عشان يظهر معايا. يبقى ده النشاط الرياضي. بعد كده أروح على النشاط الفني من الجدول 15، يبقى أنا هرسمه 15. طيب يبقى أنا هاجي من هنا وارسم خطين، الخط الأول 15 أدي ال 15 هي تحددها، وهنا برضو ال 15 تحددها. ويبقى هنا الخط الأول أهو لحد ال 15، الخط التاني لحد ال 15، وهقفل من فوق بالشكل ده. وممكن أظلله بالشكل ده. دايما بسيب مربع فاضي عشان يبقى بين كل عمود وعمود مربع فاضي كده، فيبقى الاتنين في فرق ما بينهم. الاجتماعي عندي هنا في الجدول 25، يبقى أنا هرسم من هنا 25 ومن هنا برضو 25. يبقى هرسم بالشكل ده. ده الخط الأول، الخط التاني، وأقفلهم من فوق بالشكل ده وأظلله برضه أهو. نروح على النشاط الثقافي هلاقيها عندي في الجدول 10، يبقى ال10 عندي اهي، يبقى الخط الأول وده الخط التاني.
هقفلها بالشكل ده. يبقى دي هي الرسمة بتاعتي اهي. كنا ده المحور الأفقي وده المحور الرأسي وده عمود الرياضي لحد 30 زي ما هي موجودة في الجدول، وعند الفني 15 والاجتماعي 25 والثقافي 10. وبكده انتهت المسألة الأولى. نروح على المسألة التانية. المسألة التانية هتلاقي الجدول في بقى المرة دي، والجدول التالي يبين عدد ساعات المذاكرة لكل من عماد وأحمد. فهتلاقي هنا عندنا الجدول بتاعي عبارة عن شخصين، شخص اسمه عماد شخص اسمه أحمد. هنا بقى الطريقة المناسبة للتمثيل هنا هنقول عليها الأعمدة المزدوجة. يبقى هنا مثل البيانات بالأعمدة المزدوجة. في فرق كده بين الجدولين، هناك كان الجدول بس الخانة دي والخانة دي، إنما المرة دي لأ، مدين الخانة دي والخانة دي وكمان شخص آخر أهوت. يبقى أنا هنا عندي تحت يوم السبت هتلاقي عندك عددين، يبقى هنا بعملها عمود مزدوج. طيب إزاي؟ برضه هجيب ورقة رسمة بيان بتاعي وهرسم محورين، المحور الأفقي والمحور الرأسي. المحور الأفقي من الجدول عندي هيبقى هكتب هنا اليوم، وهنا على رأس السهم ده هكتب عدد الساعات. يبقى هنا اليوم وهنا عدد الساعات. برضو بنفس الطريقة هاخد خانة اليوم، عندي هنا سبت وأحد واثنين وثلاثاء، يبقى أنا هسيب مربع فاضي واكتب السبت، واسيب مربع فاضي واكتب الاثنين، اكتب الأحد، واسيب مربع فاضي واكتب الاثنين، واسيب مربع فاضي واكتب الثلاثاء. مهم جدا المربع الفاضي اللي أنا بسيبه ده. طيب هنا الأعداد اللي في الجدول 3 5 4 6 وهكذا، دي أعداد صغيرة. يبقى هنا الجدول يبقى المحور الرأسي همشي أنا كده 1 2 3 4 5 6. هاجي على يوم السبت وهعمل له عمود مزدوج، يعني هو عمود واحد زي اللي عملناه المرة اللي فاتت، بس هنقسمه نصين. واحد النص هيبقى لعماد والنص التاني هيبقى لأحمد. طيب النص بتاع عماد هيبقى 3 ارتفاعه 3، والعمود بتاع أحمد أو الجزء بتاع أحمد هيبقى 5. طيب أنا باجي أعمل إيه بقى؟ بقوم رايح جاي أعمل على يوم السبت دوت 3 نقاط، نقطة في أوله ونقطة في آخره ونقطة في النص بالظبط. هتلاقي في خط واضح هنا في كراستك إن شاء الله. فبعمل نقطة من النص. طيب بعمل أنا بقى بقسم يوم السبت ده، هو ده عمود واحد أهوت، بس أقسمه جزئين، جزء يمين وجزء شمال. طيب برسم الأول النقطة اللي في النص دهيت، برسم منها خط، الخط ده بيفصل ما بين العمود اللي على اليمين والعمود اللي على الشمال، اللي هيبقى واحد منهم لأعماد واحد منهم لأحمد. طيب الخط ده هرسمه قد ايه؟ على حسب أكبر العددين عندي. هنا عندي عماد هنا 3 وهنا أحمد 5، يبقى أنا هاجي من النص من هنا، الكبير 5، يبقى هاجي من النص وأقوم راسم عمود لحد 5 أو خط لحد 5 أهو. يبقى أنا كده قسمت يوم السبت، الخانة بتاعت يوم السبت أو المربع بتاع يوم السبت قسمته إلى جزئين قد بعض الاتنين، واحد يمين وواحد شمال، والخط ده فاصل ما بينهم. طيب هخصص أنا بقى جزء عمود الأيمن أو الأيسر لعماد والعكس لأحمد. فممكن أقول إن عماد ده هعمل له الأعمدة اللي هي اليسرى، وأحمد ده هيبقى الأعمدة اليمنى. يبقى هاجي هنا كده وهاجي أرسم عماد هنا عندي 3، يبقى أنا هاخد النقطة اللي هي على الشمال دهيت أطلع منها 3، وهقفل من هنا وهروح على النقطة اللي من يمين واطلع منها 5. يبقى الجزء اللي هو يمين الفاصل ده هيبقى الجزء الخاص بأحمد، واللي على الشمال خاص بعماد. طيب أنا ممكن أعكسهم ممكن أعكسهم عادي، أجيب هنا 3 وهنا 5، بس اللي هعمله على يوم السبت هعمله في باقي الأيام. طيب وهاجي بعد كده أظلل عمود منهم وأسيب التاني، يبقى في جزء منهم هيتظلل والتاني هسيبه. فمثلا ظللت اللي هنا اللي هو 5 اللي هو خاص بأحمد، يبقى أعمدة أحمد كلها هتتظلل وأعمدة عماد هسيبها فاضية كده. طيب هروح أنا هنا على يوم الأحد وأعمل نفس الكلام. عندي يوم الأحد عندي برضو العمود هيتقسم كده إلى جزء 4 وجزء 5. طيب الفصل هيبقى برضو على حسب العدد الأكبر فيهم اللي هو 5. هعمل نقطة في الأول نقطة في الآخر ونقطة في النص، النقطة اللي في النص دي هرسم منها الفصل الأول، الفصل بتاعي يبقى 5 أهو. وبعد كده عندي يمين وعندي شمال زي ما أنا حددت في العمود الخاص بيوم السبت هعمله برضو في يوم الأحد. أنا قلت عماد هو اللي أخد العمود الأيسر وأحمد هو اللي أخد العمود الأيمن، يبقى بنفس الكلام هعمله على يوم الأحد. يبقى يوم الأحد عندي ال4 دهيت هعملها شمال، وال5 دي هعملها يمين، يبقى ال4 شمال اهي
يبقى هطلع عند الأربعة وارسم العمود الخاص بعماد، وعندي هنا العمود الخاص بأحمد هيبقى 5 بالشكل ده. وبعد كده هظلل اللي على اليمين برضو زي ما ظللت هناك برضو اللي على اليمين اللي هي أعمدة أحمد. طيب لو عكستها مفيش مشكلة، ممكن أظلل ده وأسيب ده، بس اللي هعمله هنا هعمله هنا. هروح عليهم الاتنين 6 و4 برضو، يبقى نقطة في الأول، نقطة في الآخر، نقطة في النص. الفاصل هيبقى على حسب أكبر العددين، يبقى 6. يبقى أنا هطلع لحد ال6، يبقى قسمت العمود بتاعي كده نصين كده لحد الإيه ال6. طيب عندي اليمين أحمد والشمال عماد. طيب الشمال عندي 6، يبقى هاخد النقطة للشمال اهيت واطلع لحد ال6 واقفل من فوق، واروح على على الشمال وهرسم 4 هنا اهيت وهقفل من فوق، وهظلل اللي على اليمين واسيب اللي على الشمال. هروح على يوم الثلاثاء عندي 5 و5، خلاص يبقى هنا الفاصل هيبقى 5 والايمن 5 والايسر 5. دي بقى متفرقش لان هما الاتنين قد بعض، فبرسم بالشكل ده واقفلهم كلهم من فوق كده، وهظلل برضو اللي على اليمين وهسيب اللي على الشمال. بعد كده احدد هنا كده مين اللي انا ظللته ومين اللي انا سبته، فبرسم مستطيل زي ده كده هنا واقسمه بالشكل ده، اقسمه نصين من هنا واقسمه من هنا، واكتب الاسماء اللي عندي عماد وعندي احمد. والله اعمدة عماد انا ما ظللتهاش، انما ظللت اعمدة احمد، يبقى اجي على احمد كده اهوت والمربع بتاعه اللي قصاده اظلله واعمل اسيبه فاضي، وبكده المسألة بتاعتي تبقى اكتملت. يبقى هنا المحورين بتوعي وعندي الأعمدة الأربعة لازم يبقوا ماشيين بنفس الجدول اللي عندي هنا 3 5 يبقى ده 3 5، 4 5 يبقى ده 4 5، ده 6 4 يبقى ده 6 4، والأخير 5 و5 يبقى ده 5 و5، وكده يبقى ده شكل الرسمة بتاعتي. وكده انتهى الدرس.